منير مراد اتوفى سنة 1981 واندفن مع عبد الحليم حافظ في نفس مقبرته، رغم ان مفيش بينهم اي صلة قرابة نهائي. يا ترى ايه السبب؟ منير مراد اصلا كان يهودي من اب وام يهود، واسمه الحقيقي موريس زكي مراد، وجم مصر علشان يسوقوا لفنهم في هوليود الشرق. منير كان بيفكر كتير انه يعتنق الاسلام، لكنه كان متردد لغاية لما اسلمت اخته الكبيرة ليلى مراد في سنة 48. وقتها بس اتجرأ منير واخد الخطوة واعتنق واعلن اسلامه بعدها مباشرة. ويقال انه اسلم علشان يتجوز الممثلة سهير البابلي، لكن سهير انكرت هذا الكلام تماما وقالت انه اسلم قبل ما يعرفها بحوالي 10 سنين، يعني فعلا أسلم عن اقتناع. وكمان سهير البابلي قالت إنه كان عاشق للدين الإسلامي جدا وسماع القرآن ومواظب على الصيام والصلاة. رغم إسلام ليلى ومنير، إلا إنه مفيش حد تاني من إخواتهم التسعة فكر إنه يعتنق الإسلام، وفضلوا يهود لغاية النهاردة. ورغم كده كانت العلاقات العائلية مستقرة ومفيش أي مشاكل. في أواخر السبعينيات ليلى فكرت إنها تعمل مقبرة إسلامية ليها هي وأخوها المسلمين، وفعلا اشترت المقبرة في البساتين لسببين. أولا علشان تكون جنب مقابر اليهود اللي مدفون فيها عيلتها، لأن هم برضو أهلها اللي بتحبهم. وكمان تكون بجوار مقابر كبار الفنانين زي أم كلثوم وعبد الحليم وأنور وجدي وفريد الأطرش وأسمهان وغيرهم. لكن واضح ان في حاجات عطلتها من استكمال المقبرة. وفجأة اتوفى منير مراد بأزمة قلبية وبدون أي سابق إنذار. اتوفى بدون أي مقدمات، وطبعا ساعتها ما كانش فيه أي وقت لتجهيز المقبرة لمنير. استأذنت ليلى إخوات عبد الحليم حافظ إنه يدفن معاه، لأن مقبرته كانت الأقرب لمقبرة ليلى مراد. ووافق أشقاء عبد الحليم على الفور وتم الدفن. معروف إن منير وعبد الحليم حافظ كانوا أصدقاء مقربين جدا، ومنير لحن ألحان كتير مميزة لعبد الحليم، من أشهرها قاضي البلاج وحياة قلبي وأفراحه وغيرها. عبد الحليم اتوفى قبل منير ب4 سنين، ومنير كانت من الناس اللي حزنت عليه جدا. رحم الله الجميع.